بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. ما زلنا في بانوراما الساعة ولمناقشة هذه الاعتداءات وإضرارها بالعملية الانتخابية وبالتوجه نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية فيما بعد نجاح هذه العملية. أريد أن أرحب بالأستاذ زياد النجار أمين سر نقابة المحامين في غزة. أهلا بك أستاذ زياد. أهلا بك. كيف ننظر بعين القانونيين إلى هذه الانتهاكات التي وقعت في بدايات عملية الدعاية الانتخابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا بشكر تلفزيون فلسطين على هذه التغطية للأحداث التي تتعلق بموضوع الانتخابات. التلفزيون الوطني الأول الذي يساهم إلى حد كبير في الاستقرار والأمن في المجتمع. في موضوع الانتخابات بشكل عام، يعني أريد أنا كقانوني كما تفضلت أن أطرح وجهة نظر نقابة المحامين في الانتخابات برمتها من حيث المبدأ. الانتخابات حق، ونحن أول من يدافع عن إجراء الانتخابات وتجسيد التجربة الديمقراطية منذ إعلان السلطة الفلسطينية وتوليها مهامها حتى يومنا هذا. وننظر بكارثية إلى تعطيل الانتخابات في أي مؤسسة فلسطينية من مؤسسة الرئاسة إلى أصغر جمعية. ولكن في هذه الانتخابات بالذات كان يجب أن تجرى الانتخابات في القدس مع باقي المحافظات. القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، لا يجوز أن تترك بدون انتخابات، وبالتالي لا يجوز أن تجرى الانتخابات بدونها. وهذا موقف نقابة المحامين كموقف وطني مبدئي في هذه المسألة. القدس عاصمة الدولة، لا يجوز أن نتخلى عنها. العالم اعترف بنا كدولة واعترف بالقدس عاصمة لم نتخلى عنها ولم تتخلى القيادة عنها، وبالتالي عدم إجراء الانتخابات فيها ربما هناك إشكالية فيها خصوصية للقدس، ولكن يجب أن إتمام الانتخابات على الأقل حتى نتجاوز مرحلة الانقسام الفلسطيني، ويجب أن تكون معها في القدس. هذه وجهة نظرنا كنقابة محامين، مش أنا نحترم وجهة نظرك، ولكن دعنا نتحدث عن الانتهاكات. في موضوع الانتهاكات طبعا نحن ننظر بخطورة بالغة إلى هذه الانتهاكات، وبالذات أنها في ظروف حرجة. احنا نتطلع إلى الانتقال إلى مرحلة أفضل من المرحلة السابقة. موضوع الاعتداءات يجسد حالة الكراهية والبغضاء التي عفى عليها الزمن منذ سنوات. نريد أن نخلص من واقعة الانقسام، نريد أن يتخلص الناس من هذا الحصار، من هذا الانقسام، من هذا الوضع الكارثي الموجود في قطاع غزة. لا يجوز أن تأتي مثل هذه الانتهاكات لتعكر صفو تجربة أو خلينا نقول تجسيد لديمقراطية نصبو إليها في كل المؤسسات. ننظر بخطورة إلى هذا الفعل، نأمل أن تتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يساهم أو يعتدي أو يحاول الاعتداء على أي شخص، سواء كان له علاقة بالانتخابات أو بغير الانتخابات. هذا موقفنا وهذا مطلبنا من الجميع، أنه يحافظ على الأمن، يحافظ على الناس وأرواحهم وممتلكاتهم في هذه الظروف التي نعيشها. كيف قيمتم سير العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى اللحظة؟ يعني العملية الانتخابية لا زالت تسير بطريقة يعني وفق ما هو يعني مخطط لها حسب اعتقادنا. هناك بعض التشويشات القليلة التي حدثت في موضوع الانتهاكات كما تفضلنا للتو. يعني بالأمس كان الاعتداء على زميلتنا المحامية اعتداء الشامي، هي يعتبر تشويش في العملية الانتخابية، وهي مرشحة بالفعل بالمناسبة. يعني الدكتور رمضان، التهديدات اللي تعرضت لها زميلتنا، انه اتصالات الاستاذه ولزوجها، هذه الامور. وهناك اتهامات لبعض الجهات في مناطق اخرى، ولائحه اتهام ضد مرشح من مرشحي بلديه غزه ايضا في انه رمى الكيس بتاع النفايات بعد مرور السياره. يعني هي الامور يجب ان نتعالى عنها ونترافع عنها. يجب ان نكون هناك شعب، نحن شعب مثقف متعلم، يعتبر نسبة التعليم عالية جدا في فلسطين. لا يجوز أن نجوى أمور وما بسيطة. دمنا قد اخترنا صندوق الاقتراع ليكون هو الحكم يجب أن نرضى به. لماذا نقوم بمثل هذه التصرفات؟ دعنا نتابع بعد الفاصل أستاذ زياد. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا. الله أكبر الله
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. ما زلنا معكم في بانوراما الساعة والحديث عن الانتهاكات بحق المرشحين ومنسقي الحملات الانتخابية في قطاع غزة. الأستاذ زياد النجار أمين سر نقابة المحامين ما زال معي في الاستوديو، وكنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن هذه الانتهاكات وطرحت سؤالا عن احترام الصندوق طالما قبل الجميع الاحتكام لصندوق الاقتراع، ما نتيجة احترام نتائج الانتخابات؟ يعني ما دمنا كما تفضلت قبلنا بالصندوق، علينا أن نحترم نتيجته وأن نسهل لمن ينجح في هذه الانتخابات بالقيام بدوره وبمهامه على أكمل وجه. لا شك أن هناك صعوبات أيا كان الناجح في هذه الانتخابات أو الفائز لأن هناك وضع خاص لقطاع غزة بالكامل، وبالتالي هناك معيقات نظرا للظروف السياسية والاقتصادية وظروف المعابر والحركة في قطاع غزة. لكن هناك أصدقاء كثر للشعب الفلسطيني وأخوان كثر ويرغبون بمد يد العون ويريدون أن تنجح التجربة الديمقراطية، لكن
يجب على من يستلم زمام الأمور في غزة أن يوفر الإمكانيات والبيئة المناسبة لإنجاح أي فريق في أي بلدية كانت، وتوفير التسهيلات وعدم وضع أي عراقيل أمامها. نأمل ذلك، وإن كنا نحن لدينا بعض الشكوك، لكن ما زلنا نستبشر خيرا ونقول ما دمنا قبلنا سنقبل إن شاء الله بالنتيجة وسنسهل ذلك. ولكن إلى أن نصل إلى هذه النتيجة أستاذ زياد، تصورك لشكل الدعاية الانتخابية إذا لم يردع من يقوم بعمليات انتهاك بحق المرشحين والمنسقين؟ يعني نأمل أنت لم تعاقب من فعل هذه الجريمة أو هذا الانتهاك. يعني دعني أتساءل أولا، هل من هدد الأستاذ اعتدال بالأمس تم معاقبته؟ تم البحث عنه؟ هل من اعتدى وهو ملثمين على الدكتور رمضان بالأمس تم معاقبته أو البحث عنه؟ هذا السؤال جوهري وله علاقة بموضوع الانتخابات ككل وبرمتها. إذا كان هناك تم البحث عنه واعتقاله وتقديمه إلى العدالة فهناك خير، أما خلاف ذلك فهناك ألف علامة استفهام حول الانتخابات. كيف ستنفذ الدعاية الانتخابية في ظل التهديدات؟ الدعاية الانتخابية يعني ممكن أن تجرى الدعاية الانتخابية في بعض المناطق وفي كثير منها، وهناك معيقات كما ذكرنا. 10 سنوات لها تراكمات كبيرة لا يمكن أن تنتهي في أسبوعين أو 3، وبالتالي هناك إشكاليات حتواجه هذه العملية. صحيح نحن الآن في زمن الإنترنت والفيسبوك وما إلى ذلك، والدعاية الإلكترونية حتكون كبيرة جدا. هي بدأت فعلا الإعلان عن الانتخابات، وبدأت فعلا وحتستمر بهذه الطريقة. واليوم هي أكبر دعاية الفيسبوك وتويتر وما إلى ذلك من وسائل اتصالات ومواصلات حديثة، إلا أنه لازلنا لا نأمن على المرشحين وعلى من يعمل في الدعاية الانتخابية بعد الحادثين بالأمس وتوجيه لائحة اتهام في موضوع مخالفة بسيطة ونشرها على الفيسبوك وما إلى ذلك لأحد أعضاء البلدية أو أحد المرشحين لبلدية غزة. يعني هذه الأمور لا تنبئ بخير. نأمل أن يتم اتخاذ قرارات وإجراءات رادعة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية لمنع أي حادث ولمحاولة ردع أي شخص قد تسول له نفسه المساس بأمن وأمان المواطن والمرشح والمسؤول الدعاية والقائم على الانتخابات وأي شخص له علاقة أو أي مواطن عادي أيا كان، لأنه كل مواطن له الحق في الأمن والأمان. هل من دور لنقابة المحامين؟ يعني نحن دورنا نراقب ونفضح كل من تسول له نفسه أو كل من يعمل عمل مخالف للقانون، ونقاتل ونطالب في كل الأحيان وفي كل المناسبات بتحقيق الأمن والعدل والمساواة للجميع دون إنقاص لأي إنسان كان. هذا دورنا الذي أسست أو هو أحد الأهداف الأساسية لتأسيس نقابة المحامين، ونحن نقوم به على أكمل جانب مع مراقبة الأداء القانوني للعملية برمتها. برأيك تستطيع مراكز حقوق الإنسان أن توفر ضمانات لحماية العملية الانتخابية بالشراكة مع الفصائل؟ أسوة بنقابة المحامين، هي تقوم بالمراقبة وتقوم بمراقبة العملية الديمقراطية برمتها ومراقبة الانتهاكات وتفضح كل عمل وتقدم الشكاوي المطلوبة. أسوة بنقابة المحامين تماما. مراكز حقوق الإنسان ونقابة المحامين في خانة واحدة في هذه الأمور، تعمل من أجل العدل والمساواة وعدم المساس بأمن المواطن أو حريته أو ممتلكاته وما إلى ذلك. لا شك أن هناك تقييد عليها في قطاع غزة، لكن نأمل أنه في موضوع الانتخابات أن تطلق يد جميع المؤسسات بحرية كاملة في هذا الموضوع. أستاذ زياد، هذه الانتخابات خدماتية ولكن تلقى عليها العباءة الفصائلية السياسية. بالنهاية هذه الفصائل تقف وراء قوائم ومن يقوم بعمليات انتهاك. هل برأيك تستطيع هذه الفصائل أن تردع إذا أرادت؟ يعني نحن نعيش في تجاذب منذ فترة طويلة، تجاذب بين حركتين فتح وحماس، وسنذهب لصندوق الانتخابات لاختيار فتح أو حماس. نحن نظامنا اليوم نظام الانتخابات نظام قوائم، مش حنروح ننتخب فلان وفلان، سننتخب قائمة حماس أو قائمة المستقلين أو قائمة فتح. وبالتالي الشعب الفلسطيني أغلبه مؤطر ومؤطر، وبالتالي كل قائمة وراءها أو خلفها حزب هو الذي يدعم هذه القائمة وهو الذي يعمل على إنجاح هذه القائمة
ستبقى هذا الحزب داعما لها حتى إنجاحها، وهو من سيقوم بتحديد حتى الحزب الفائز سيحدد منصب كل واحد في أعضائه. لكن موضوع الخدماتية هذا، وإن كانت البلديات خدماتية على الإطلاق، إلا أنه الموضوع الفصائلي سيطرح على هذا الموضوع. لماذا؟ لأن هناك حصارا على قطاع غزة بسبب وضعه الخاص البعيد عن أجهزة السلطة الفلسطينية الرسمية، وبالتالي إجراء الانتخابات ومشاركة حركة فتح اللي هي تمثل الجزء الأكبر من السلطة الفلسطينية، خلينا نقول، معناته قد يفتح الآفاق المستقبلية لموضوع الانفتاح للبلديات وللخدمات قطاع غزة. قد يحسن دور المواطن، يعني مش يدخل في موضوع هذا يقولوا دعاية انتخابية، لا، لكن احنا بنأمل انه التجربة الديمقراطية في حد ذاتها تكون عون للمواطن في المستقبل، وانه يتحول حال المواطن من البؤس اللي عايش فيه الآن إلى وضع أفضل بكثير من الناحية الخدماتية على الإطلاق. لكن هو الموضوع خدماتي أوكي، لكن له مغزى سياسي أيضا. يعني اليوم أنا حركة حماس بدها تقول لك والله أنا في قطاع غزة مسيطرة، وأنا الآن نجحت معناته إلي السيطرة الأكبر في حالة فوزها، وبالتالي ستعمل على أن تنجح. حركة فتح ستقول إنه أنا اللي موجود، وحركة حماس حركة انقلابية، وبالتالي هيني أنا اللي فزت عليها، وبالتالي تسعى إلى الفوز. وبالتالي هناك شد بين الحركتين في غزة في موضوع البلديات، وإن كانت خدماتية، لكن الموضوع السياسي يبقى هو المسيطر على الوضع في قطاع غزة بأكمله حتى إنهاء الانقسام كاملا، الذي نأمل أن يتم في أقرب وأسرع وقت ممكن، وألا يبقى الأمر محصور في انتخابات المجالس البلدية فقط. ولكن أستاذ زياد، إذا لم يعاقب المنتهك مرة أخرى، وإذا تمددت هذه العملية من الانتهاكات خلال الفترة الدعائية القادمة، صورة الجهاز القضائي في قطاع غزة أين ستكون؟ هناك مشكلة كبيرة في جهاز القضاء في قطاع غزة. قطاع غزة هناك مشكلة كبرى بالنسبة للقضاء، ومشكلة القضاء مع الضفة الغربية. القضاء اللي في قطاع غزة انسلخ عن القضاء الرسمي الفلسطيني منذ 26/11/2007. كانت تبعت انقسام، وتم القضاة الرسميين في غزة جلسوا في بيوتهم واستلم القضاة، تم تعيينهم، وبالتالي بدأت الإشكاليات والمشاكل. وحتى أنه جهاز القضاء الآن أصبح جهاز يعني هو تابع للسلطة الحاكمة في غزة، وبالتالي في مشكلة حقيقية بالنسبة لجهاز القضاء. لا نريد أن ندخل في هذا الموضوع، الموضوع كبير جدا، ونقابة المحامين لها مواقف ودور وبيانات وما إلى ذلك كبيرة جدا. مش موضوعنا في موضوع الانتخابات، ولكن احنا بنأمل أن موضوع جهاز القضاء يكون أول جهاز يتم التوافق عليه وإنهائه مع موضوع البلديات. حتى أيا كانت الظروف لا يجوز أن يبقى جهاز القضاء منقسما. نحن في محكمة في غزة، إذا صدر قرار لا يطبق في الضفة الغربية، في محكمة في الضفة الغربية لا يعترف فيها في غزة، لا يجوز. نحن في دولة واحدة ولسنا في دولتين. هاي القصة في غزة صعبة جدا في موضوع القضاء، وحتى أن هناك نقابة المحامين تعادى من قبل جهاز القضاء في كثير من الأحيان لمواقفها التي تطالب بتوحيد جهاز القضاء الفلسطيني والعمل الرسمي لجهاز القضاء الرسمي. انتهاكات وقعت يعني بحادثة الانقسام منذ العام 2007، تبعاتها ما زلنا ندفع ثمنها حتى اليوم. صحيح. نتمنى أن تكون الانتخابات البلدية هي الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد ذلك. نأمل ذلك، نأمل أن تكون هذه باكورة العمل المشترك لكل فصائل العمل الوطني ولكل الأحزاب الفلسطينية، وأن ندخل سريعا جدا في الانتخابات، من مؤسسة الرئاسة إلى أصغر جمعية موجودة في فلسطين. نأمل أن تجرى الانتخابات وتمارس الديمقراطية. حاليا أنا بقولها بصراحة ولنا الفخر، نقابة المحامين هي المؤسسة الوحيدة التي أجرت فيها الانتخابات، وهي الديمقراطية الوحيدة الموجودة حاليا في غزة، ولنا الفخر بذلك. ولكن يجب نحن نطالب ونقاتل، وعلينا أن نقاتل كمحامين وكقانونيين من أجل إجراءها في جميع المؤسسات ايا كانت، بغض النظر، لانه يجب ان يختار الشعب الفلسطيني ممثليه، وكل مؤسسه تختار ممثليها. لا يجوز ان يبقى الوضع على ما هو عليه اليوم، ولا يجوز ان يتفرد احد. حتى الانسان اذا بقي في مقعد او في مكان واحد لمده طويله لا يستطيع ان ينتج. فبالتالي يجب التغيير والتبديل، وهذه
من الفطرة التي فطرت عليها الشعوب في موضوع التبديل. ونتمنى أن لا تكون مثل هذه الأعمال وهذه الخروقات مؤثرة بشكل كبير على المواطن، ونتمنى أن تكون دافع له من أجل التوجه بصوت أقوى نحو صناديق الاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية. أشكرك الأستاذ زياد النجار، أمين سر نقابة المحامين في غزة، على هذه المشاركة. شكرا لك وشكرا أستاذ المشاهدين. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألقاكم هذه تحية وإلى اللقاء.